وما بكم من نعمة فمن الله. يا إخوة، أنا أذكر دائما كلما جئت وتحدثت حين أرى هذا الجمع الذي تقر به العين ويسر به الخاطر، أتذكر بداية نشأة هذا المركز مع شيخنا رحمه الله، من بداية أول لبنة عانى الشيخ رحمه الله، كنا معه من البداية، وإننا والله لنحسبه أنه صادق مع الله حتى حصل هذا الخير وانتشر. عانى رحمه الله وعانينا والله، ونسأل الله عز وجل أن يخلص العمل وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم. بارك الله فيكم. الذي نريده أن نحافظ على هذا الخير برا بشيخنا رحمه الله تعالى، نحافظ عليه ولو على أرواحنا وأنفسنا وأعراضنا، ونتنازل لو حصل شيء في انتقاص لنا أو غير ذلك من أجل أن نحافظ على هذه الدعوة.